ولسه مكملين مع أبطال مسلسل إيجار قديم، واللي منهم الفنانة الكبيرة ميمي جمال، اللي قدمت من خلال الشخصية ممثلة كانت مشهورة بتعاني من الوحدة، وتتغلب على الوحدة دي بعلاقتها مع جيرانها في العمارة ومحاولاتها الدايمة في حل مشاكلهم. ميمي جمال بتعيش فترة نشاط فني بمشاركتها في عدد من الأعمال، خاصة مع بداية عرض مسلسل جديد بتشارك في بطولته وهو مشوار الونش، وبتقدم من خلاله شخصية الأم البطل المسلسل اللي بيقدمها محمد رجب. هنعرف منها في التقرير اللي جاي تعليقها على شخصيتها وأمنيتها كمان المتعلقة بالشخصية دي. عندي الونش محمد رجب. اللي قولي لي صحيح يا اما، لو عايزين حد يمشي كده على طول ونقول له خش كده، نقول له ايه بالظبط يعني عايزين يمشي كده ونقول له خش كده، نقول له ايه؟ نقول له خش لمين؟ خش ايه؟ لمين؟ هو ده الفيروس اللي انت لطيتينا بيه. اللي هو ما انت شبهتينا بكده. يلا معلش يلا العب وريني. وريني جدعنتك. بتشارك الفنانة ميمي جمال في مسلسل مشوار الونش بشخصية ليلى والدة حسن الونش، واللي بيلعب دوره الفنان محمد رجب. الونش طبعا شخصية مختلفة، هي مربية راجل، يعني مش عزه وأمه اللي بتدلعه، لا مفيش دلع، مربية راجل يشيل مسؤولية. بس العلاقة اللي بينه وبين أمه علاقة قوية جدا، يعني أي مشكلة يعملها في الحياة لازم يجي يحكي لأمه. اتجوز وفي أي مشكلة بينه وبين مراته يجي يحكي لأمه. نقعد نلعب طاولة سوا، ينام على الكنبة احط دماغه على حجري، احكي لي يا ماما، اقري لي يا ماما، قولي لي حاجة يا ماما. فالعلاقة اللي بينها وبينه علاقة أتمنى إن كل شاب يبقى علاقته بأمه زي علاقة محمد رجب بيا كده في المسلسل. وعرفنا من ميمي جمال تفاصيل أعمالها اللي جاية. في حاجة بقراها دلوقتي بس لسه مع المنتجة مها سليم والمخرج إسلام خيري. ده أنا لسه بقرا فيها، فربنا يسهل إن شاء الله. ربنا يحلي لك دنيتك ويهدي لك العاصي. لا أبدا، ده باين أختك جت أهي. طيب يا حبيبي هقفل أنا دلوقتي، يلا. لا إله إلا الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.